السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع أم البردات رايحين نديرو مقروط اللوز. بالنسبة للوز مع الكاوكاو نفس الطريقة ونفس المقادير، يعني سوا ديروا اللوز سوا ديروا كاوكاو نفس الطريقة ونفس المقادير. إذا كما قلت لكم أنا عندي 3 كيلات تاع اللوز، راني دايرة 2 كيلات وهذه الكيلة الثالثة. هكذا راكم تشوفوا هذو تاع القشرة تاع اللوز هكذا. الآن نديرو الكيلة تاع السكر. بالنسبه للكيله تاع السكر نقصوا شويه، ما نديروش كيله كامله كما راكم تشوفوا هكذا. تنساوش باللي مقوط اللوز يتسكر بالسكر كلاصي هكذا. نقص الكيله تاع السكر هكذا. ندير كذلك لافاني، ملعقه كبيره تاع لافاني هكذا. ندير كذلك لزاز دو سيترون او قشور الليمون. بالنسبه لقشور الليمون نديروا كميه مليحه، تعرفوا باللي مقوط اللوز بلا ليمون ما يكونش. اذا انا هنا راني درته في الكونجيلاتور هكذا نفتو. دوك نبداو نخدموا فيه ينحل. نزيد كذلك لاغوم تاع السيترون باش نعزز النكهه تاع الليمون، ماشي بزاف، حاجه قليله هكذا. وعندي كذلك اللوز الحلو، معطر اللوز الحلو، هذا فقط باش نعزز النكهه تاع اللوز. كما تعرفوا اللوز فيه بزاف لي كاليتي، يجي من بزاف بلدان. كاين اللي عنده اللوز يجي بنين ويجي زين، كاين اللي شويه النكهه تاعو قليله. كذا انا نفضل نضيف هذا المعطر هذا غير باش نعزز النكهه تاع اللوز فقط هكذا. نخلط الكل جيدا ومن بعد نرجعوا نكملوا بقيه المقادير. الان نروحوا لمارغرين دو فايتاج. هنا عندي مارغرين دو فايتاج ومشي اوبليجي هذه لا مارغرين تاع التوريق، نقدروا نديروا اي مارغرين عندنا. انا هنا بالنسبه للكميه اللي عندي تاع اللوز عندي 2 كيلو، اذا في 2 كيلو ندير 10 معالق تاع مارغرين دو فايتاج. ملعقه تكون متوسطه، ماشي هذيك الملعقه الكبيره، يعني كل كيلو فيه 5. نخلط الكل جيدا تدخل هذيك لا مارغرين في اللوز هكذا بهذه الطريقه. الان نروح نديروا البيض. بالنسبه للبيض هنا عندي 6 حبات، نضربهم ونبدا ندير بشويه ونعجن الخليط تاعي. بالنسبه للبيض تقريبا في الكيلو تاع اللوز نديروا 4 حبات، تقريبا كيلو تاع اللوز يدينا 4 حبات، لكن دائما حسب الحجم تاع الحبه تاع البيض. دي فوا يكون البيض كبير، دي فوا يكون صغير، على هذاك حنا نديرو ونشوفوا. ندير هادو 6 الاولى نضربهم نديرهم ونبدا نعجن ونشوف الا خصني نزيد. خصوصا في البيض لازم نروح معاها بشويه، ما لازمش نديرو البيض في ضربه من بعد نبقاو حاصلين، نروحو غير بالتدريج. كما تشوفوا حنا ما غير نخدموا ما فين نخدموا، لكن دائما في البيض ناخذ حذرنا هكذا ونبدا نخلط هكذا مليح. ودائما حتى نخلط مليح باه نضيف اللي بقى لي، البيض اللي بقى لي سي ندخلو مليح ومن بعد باه نضيف اللي بقى. خاطرش دي فوا يكلخنا البيض، حنا نحسبوا مازال ما ترولناش ونضيفوا اللي بقى قبل ما ندخلوه مليح. لازم تدخلوه هكذا كما راكم تشوفوا فيا، كي نشوفوه فريمون صا يدخل باه نضيفوا الكميه اللي بقات ونروحوا معاه كما قلت لكم تدريجيا. هنا انا راني موالفه على بالي بلي يخصني، الو نكمل الكميه اللي بقات ومن بعد نشوف نزيد. كما راكم تشوفوا انا استعملت هذوك 6 حبات بيض وزدت بيضتين، يعني الكل ولا 8. درت 8 حبات بيض راكم تشوفوا فيه هنايا هكذا راه طري، وزدت الحبه التاسعه. كان خاصني نزيد الحبه التاسعه لكن ما كملتهاش. الحبه التاسعه ضربتها ودرت نصفها فقط. اذا بعد ما ضفت عفوا
الحبه التاسعه عجنته مليح باش السكر كامل الداخل اللي يذوب، ونخليه يريح بعد نص ساعه من بعد نعاود نرجع ليه باش نبدا نقطع فيه. كما راكم تشوفوا بعد ما خليت الخليط تاعي يريح مليح تاع اللوز، الان باش نربح شويه وقت درت كامل حرابيش. الوغ دوك كي درت الحرابيش دوك نبدا نقطع. بسم الله، هنا نبداو في حربوش هذا صغير هكذا، ما نميلوش الموس تاعنا هكذا، لازم نروحو شويه ضغوات باش المقوطه تاعنا ما تجيش بلا بوينت هكذا. بسم الله، ندير الموس تاعي شويه في الفرينه. وملاحظه كي تبداو تحربشوا فيه يا اما ديروا لا مايزينا يا اما ديروا الفرينه هكذا. ندير جوج صبوحتين باش يجي لي عبر ونقطع بهذه الطريقه هكذا نعبر بصبوحتيه هكذا ونقطع، نكمل كامل الحرابيش تاعي ونعاودو نشوفوهم في السنيوه قبل ما يدخلوا للفرن. هذا هو مقروط اللوز تاعنا، راني قطعته كامل درتو في السنيوه كما راكم تشوفوا فيه. بالنسبه للحبات انا درتهم متوسطين، كما نعرفوا كامل مقروط اللوز يتسكر، وكي نسكروه الحبه تكبر، اذا تولي الحبه قادره. بالنسبه للطياب تاعو راني مسخنه الفرن تاعي، ندخلوه الفرن على نار متوسطه، ما تنقصوش كامل الغاز باسكو يبس لكم، او ميم طون ما تزيدوش النار باش ما ينحرقكمش من تحت. بالنسبه للوقت تاعو ما يديباسيش 10 دقائق، من 8 دقائق حتى 10 دقائق وتقلعوه فقط، ما فيه والو، هو غير بيض قد ما ينشف البيض فقط. اذا ندخلو طيب ومن بعد نشوفوا طريقه التسكير تاعو. هذا هو مقروط اللوز تاعنا، مكاش اسهل من مقروط اللوز، طريقه التحضير تاعو سهله، غير الانسان لازم يعرف كيفاش يخدمه فقط لا غير، وسورتو نعسو حنا في الطياب تاعو. عندي ملاحظه، ما درتلكمش الفيديو كيفاش سكرته، يعني كان سهوا مني فقط، لكن ان شاء الله في الايام القادمه كيكون عندي حلوه تاع تسكر اني نوريكم كيفاش نسكر الحلوه هذيك. اذا ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تجربوه للمبتدئات اللي مازال ما سيروش مقروط اللوز. ما تنسونيش بالإعجاب، ما تنسونيش بالتعليقات، وما تنسوش تابونيو في قناتي. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.